الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا إلى حبك، والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفانا غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ووسع لنا خلقنا، وطيب لنا كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز
أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين واخذل من خذل الدين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. لك ملك السماوات ومن فيهن ولك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فارج الهم كاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك أن ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا ونعوذ بك من صاحب يؤذينا ونعوذ بك من أمل يلهينا ونعوذ بك من فقر ينسينا ونعوذ بك من غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا إذا علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ
بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وتلاوة كتابك الكريم. اللهم اجعل ختمتنا لكتابك الكريم مملوءة بالأجر والحسنات ومكفرة للسيئات اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين في شهر رمضان، واجعلنا ممن وفقوا في الصيام والقيام، واجعلنا ممن وفقوا في الصيام والقيام، وممن نالوا أجر وخيرات شهر رمضان وليلة القدر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.